أنا رجل ولدت في حي الجمالية عام 1897 وسط عائلة ميسورة الحال، وكان والدي يعمل في الذهب، لكنه أراد لي طريقا غير الذي اخترته، فكنت عاشقا للفن لا للتجارة. دخلت المسرح وانضممت إلى فرقة نجيب الريحاني، فسطع نجمي في عالم الكوميديا. كنت صاحب شخصية فريدة بصوتي المميز وطريقتي الساخرة في الحديث. في السينما كنت الأرستقراطي الساذج، أو الموظف المغلوب على أمره، أو العمدة الطيب. أضحك الجميع بإفيهاتي التي صارت خالدة. شاركت في أفلام لا تنسى، منها إسماعيل ياسين في الأسطول، سي عمر، لو كنت غني، ولعبة الست. وكان إسماعيل ياسين أعز أصدقائي في السينما، لكن الأقدار لم تكن رحيمة بي. في إحدى ليالي المسرح كنت واقفا على الخشبة أؤدي دوري كالمعتاد، لكن فجأة صرخت: أنا مش شايف! ضحك الجمهور ظنا منهم أنني أمزح، لكنني كنت قد فقدت بصري إلى الأبد. بعد فقداني للبصر تخلى عني معظم أصدقائي، حتى أقرب المقربين، ووجدت نفسي وحيدا. زيجتي الأخيرة كانت القشة التي قصمت ظهري، فقد استولت زوجتي الشابة على ممتلكاتي، وأجبرتني على توقيع وثائق جعلتني مفلسا، ثم طردتني من بيتي. فانتقلت للعيش في غرفة صغيرة بحي الشرابية. أصبحت أنظر إلى حالي وأتساءل: أين ذهب كل شيء؟ أين المسرح؟ أين الأصدقاء؟ أين الجمهور الذي كان يضحك معي؟ كنت أجلس في غرفتي الصغيرة أستمع إلى صوتي في الأفلام القديمة، أضحك أحيانا وأبكي كثيرا. اشتهرت بقامتي القصيرة وشعري الأملس، وإحدى عيناي التي أصابها الحول، فأصبحت نجما كوميديا، بالإضافة إلى طريقتي الخاصة في نطق الكلام وارتداء الملابس. ولم ألعب دور البطولة، وإنما كنت دائما صديقا للبطل، أو بمصطلح السينما دور السنيد للبطل. وفي 8 مارس 1964 أسدل الستار على حياتي، ولم يحضر جنازتي سوى عدد قليل من الجيران وبعض زملائي القدامى. لكن بعد سنوات ظل اسمي خالدا، وظلت أفلامي تملأ البيوت بالضحك، وصار اسمي رمزا للكوميديا المصرية الأصيلة. فمن أكون؟ ومن أشهر أقوالي: يا صفايح الزبدة السايحة،